بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين. تكملة لمراجعة الأمس درس خطوط الطول ودوائر العرض. اليوم عندنا مجموعة من الأسئلة الهامة على الجزء الثاني من الدرس دوائر العرض. ما هي دوائر العرض؟ دوائر العرض هي دوائر. أمس تكلمنا عن خطوط الطول وذكرنا أنها أنصاف دوائر على شكل أقواس، لكن دوائر العرض هي دوائر وهمية ترسم بشكل عرضي ولا طولي؟ عرضي. وين ترسم؟ على الخرائط ونماذج الكرة الأرضية سواها علماء الجغرافيا لتحديد المواقع وتقسيم الأرض، لأنهم واجهوا قديما صعوبة كبيرة في تحديد المواقع على سطح الأرض. ما هي عدد دوائر العرض الرئيسة؟ وإيش أسمائها وإيش درجاتها؟ دوائر العرض الرئيسة، أولا أنا هبدأ من الشمال وأنزل تحت. غيرنا الترتيب شوية اللي بالكتاب عشان نكتبها بالتدريج لكي يسهل علينا حفظها وما ننسى فيها أي دائرة. هنبدأ من الشمال. الدائرة القطبية الشمالية 66.5. تحتها مدار السرطان 23.5. تقسم الأرض إلى نصفين متساويين، دائرة الاستواء أو خط الاستواء ودرجته 0، مرسوم على الخريطة هنا باللون الأحمر، لأنه بيقسم الأرض إلى نصف شمالي ونصف جنوبي، والأحمر لأنه هو أكثر منطقة حارة على سطح الأرض، لأن الشمس عمودية عليها تقريبا طوال السنة، فبتكون فيها الحرارة مرتفعة في كل الفصول. بعد كده عندنا مدار الجدي في الجنوب، ودائرة القطبية الجنوبية 66.5 جنوبا. إذا حرف الشين يعني شمالا والجيم جنوبا. أكمل. دوائر العرض كاملة، مو أنصاف دوائر متوازية. ما معنى متوازية؟ يعني غير متقابلة غير متقاطعة، ما في دائرة تلمس الدائرة اللي أعلاها أو اللي تحتها. وغير متساوية في الطول. هل الأرض كلها نفس الاتساع نفس العرض؟ لا، كلما صعدنا الأعلى الدائرة تنقص تصير أصغر. إذن هذه الدوائر دوائر غير متساوية في الطول. يبلغ عدد دوائر العرض 180 دائرة، مقسمين إلى 90 دائرة شمالا و90 دائرة جنوبا. شو يعني يا أستاذ ماجد شمالا وجنوبا؟ يعني 90 دائرة أعلى خط الاستواء و90 دائرة أسفل خط الاستواء. 90 دائرة في الشمال من 0 لل90. الصفر هو خط الاستواء، نطلع للأعلى 1 2 3 لين 90 شمالا عند حرف الشين. وفي الأسفل في الجنوب نفس الشيء، من 0 اللي هو الاستواء إلى تحت 1 2 جنوبا إلين ما نصل عند آخر نقطة أو آخر دائرة في القطب الجنوبي عند القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. ثلاثة، خط الاستواء بيقسم الأرض إلى قسمين متساويين، النصف الشمالي نفس النصف الجنوبي. علل أو فسر أو ما هي. ممكن السؤال يجيك بأكثر من صيغة. فسر أو علل أو ما هي أهمية دوائر العرض. لماذا رسم العلماء دوائر العرض؟ لتحديد المواقع على سطح الأرض أو على الكرة الأرضية أو على الخريطة. تقسيم الأرض لمناطق حرارية. ما معنى يا أستاذ ماجد تقسيم الأرض لمناطق حرارية؟ نفهم في الرسمة هذه من الألوان. المنطقة الحارة مثل ما هو موضح، وين بدأت؟ عند مدار السرطان وانتهت عند مدار الجدي. إذن المنطقة الحارة مين بيمر في وسطها؟ في الوسط حنجد خط الاستواء، في أعلاها من الشمال مدار السرطان، من الجنوب مدار الجدي. إذن المنطقة الحارة هي المنطقة التي تمتد بين مدار السرطان شمالا ومدار الجدي جنوبا. طيب ابتعدنا للأعلى أو للأسفل. أعلى السرطان وأسفل الجدي، سواء في الشمال نكون فوق أعلى السرطان هنجد منطقة معتدلة. المنطقة المعتدلة تمتد من وين لوين؟ أكمل. تمتد المنطقة المعتدلة بين دائرتي عرض مين ومين؟ مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية. انتقلنا من المنطقة الحارة لأعلى، وين رحنا؟ معتدلة.
طيب في الجنوب هننزل للأسفل، المنطقة الحارة تحتها الدائرة القطبية الجنوبية. من الدائرة القطبية الجنوبية لمدار الجدي هذه اسمها منطقة معتدلة، بعد الحارة المعتدلة. طيب هنطلع من المنطقة المعتدلة لأعلى في الشمال أو لأسفل في الجنوب. هنطلع من الايه؟ احنا انتقلنا من الحار إلى المعتدل، الآن نطلع عند الايه؟ الإقليم الحراري البارد. وين يبدأ المنطقة الباردة؟ من عند الدائرة القطبية الشمالية، وين تنتهي؟ عند أصغر دائرة في القطب الشمالي رقم 90. في الجنوب نفس الشيء، المنطقة الباردة تمتد بين الدائرة القطبية الجنوبية وأسفلها تنتهي عند دائرة عرض 90 اللي هي أصغر دائرة، وبكده يكون المنطقة الباردة من 66.5 إلى 90 شمالا أو جنوبا. أتمنى يكون الدرس واضح والسبورة واضحة، ويعطيكم ألف عافية. هذا الملخص الدرس، وبكده نكون انتهينا من الدرس إن شاء الله على جزئين: خطوط الطول ودوائر العرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.